السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وبصحة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. النهاردة هنعمل ايه دي يا نونة؟ تتبيلة ايه؟ بصوا بقى، انا جايبة بفتيك جملي. هتقولي جملي؟ اقول لك اه والله، احلى بفتيك تكليل بفتيك الجملي، احلى بفتيك. روحي بس كده اللي بتاع اللحمة الجملي وقولي له انا عايزة بفتيك وجربيه على ضمانتي. احلى بفتيك تكليل بفتيك الجملي، بيبقى في منتهى الجمال، في منتهى الجمال وطري. وهو بصوا طري، مش عايزه اقول لك بقى، ولا بيكش زي البفتيك ولا بيشد ولا اي حاجه زي البفتيك العجين. احنا الاول خدنا ميه البصل، وخدنا نص كوبايه لبن، وخدنا معلقتين زبادي. بصوا بقى، المستردة المايونيز والبابريكيو البابريكيو دول اختياري. يعني هو يعني بصي، هو المستردة بتودي التتبيله دي في حته تانية خالص، بس اختياري يعني، وما عندكيش مش مهم. كويس، ده باربيكيو. معلقه باربيكيو، معلقه مستردة، معلقه مايونيز. حلو الكلام، كلام جميل. وهروح نازلين بالبيضتين. انا بقول لك اهو، ما عندكيش ده ما تحطيش، كفايه البيضتين واللبن والزبادي وحبه خل، وحطي التوابل بس. وميه البصل طبعا ده شيء اساسي يعني. اهو حطينا البيضتين كده على نص كيلو. طبعا انا مش هعمل نص كيلو كله، بس ايه، ما دام طلعناها نتبله، لكن احنا مش هنعمله كله. اهو بصوا، حطيت معلقتين خل كبار على الخلطه دي. بصوا بقى، ده حبهان بودر على حبهان بودر على ورق لورا، وسماق وبابريكا وزعتر وجنزبيل اهم حاجه، وملح، وشويه مرق الدجاج. هنا ده بقى ملح، ده فلفل اسود. هنحط برضو بصل بودر وتوم بودر. اهو بصل بودر وتوم بودر. هنحط 7 بهارات بس مش كتير، حبه صغيره خالص. طبعا انت في الاول وفي الاخر تحطي البهارات اللي انت بتحبيها يعني. يعني لو انت مش بتحبي البهارات كتير ما تحطيش، مش هتغير طعم اللحمه خالص، بالعكس. بس برضو براحتك، اللي انت عايزاه يعني. شوفي انت بتحبي ايه وبتعمليه. هنعمل الخلطه دي كلها كده مع بعض، ونبتدي بقى ننقع فيها اللحمه. طبعا ده انا ايه، كنا في توقيت الظهر يعني، لسه بدري جدا على الفطار، بس انا كده نقعتها وسبتها بقى في التلاجة كده مع نفسها ساعتين 3 4. يعني انا ابتديت اقلي الساعة 5:30، يعني قبل المغرب بنص ساعة. كل ما تقعد في التتبيلة كل ما اللحمة بتبقى طرية وجميلة. جربي بس بفتيك الجملي وعلى ضمانتي. انا على فكرة ما باكلش غير بفتيك الجملي، تحفة. ايوه بس كده، اركنيه بقى في التلاجة على كده. كويس كويس. ده لو تفتكروا انا عامله معاكم على القناه، برضو انا عامله معاكم سمبوسه، انا اللي عاملاها وحطاها في الفريزر، مقطعاها ومحطاها في الفريزر عادي جدا بتتحفظ، وحفظتها فيها. فطلعتها هو بقى رمضان. دي لحمه معصجه بقى عليها فلفل الوان، ودي بطاطس صغننه خالص، بطاطس محمره صغننه. ودي المواد دي ايه عشان نلزق السمبوسه. هنحط كده شويه على، احنا طبعا السمبوسه بتاخد حشوه كتير، فانا عشان طلعت الكيس ده، فانا هحشيها كلها بس مش هقليها كلها. هحشيها واحطها بقى محشيه في الفريزر. يعني انا قبل رمضان بصراحه ما حشيتهاش، عملتها وشلتها على طول في الفريزر. اهو ايوه كده، قلبي عليهم والله، حشوه تحفه، عارفه جميله جدا، هتعجبك قوي. اهو بصوا بقى،
يعني ايه، انا بليده شويه في لف البسبوسه، بس السمبوسه قصدي، بس بلفها، بس انا بليده فيها شويه يعني، بس بلفها والله برضو، بس يعني ما تاخذونيش بقى. اهو، والله انا عرفت الفها اهو. اهو بصوا هنلفها بقى كده، هنحشي بقى كل الكميه دي كده. طبعا دول مش هيكفوا، بس انا بقى عندي تاني يعني، هعمل انا المهم ان انا اعمل الكميه كلها، هحشيها كلها، بس مش هقليها كلها، هشيلها في الديب فريزر. اهي ايه، يوم تاني اطلعها بقى معموله جاهزه، بس عشان انا طلعت الكيس ما ينفعش ادخله تاني، انت ما ينفعش تطلعي حاجه وتدخليها تاني، طالما جمدتيها اتفرزت ما ينفعش تخش تفرز تاني. وانا طبعا سبته لما ساح خالص الكيس عشان اعرف الفه. انت هتلفيها كلها قدام نينون يا ستي؟ لا والله مش هلفها كلها قدامكم ولا حاجه، خلاص اهو، فرحانه بنفسي عشان بعرف اعملها. خلاص الحمد لله اهو. بصوا كده الكميه كلها، انا بقى ما باكلش مقليات، فاخدت هم 3 على قد يعني، وهحطهم في الاير فراير، فانا حبيت اوريكم الاير فراير بيطلعها تحفه، اللي عنده اير فراير والله تحفه. وطبعا كفايه انها صحيه يعني، اهي بصي حلوه قوي. اهي خلاص البفتيك بقى هنطلع كده من التتبيله ونضغط بقى جامد، اضغطي بقى على الايه، اضغطي على الخلطه جامد قوي، يعني قصدي على البقسماط جامد قوي، البقسماط ده عليه نشا، عليه شويه نشا والتوابل. النشا بتخلي الطبقه اللي عليه تبقى حلوه مقرمشه كده، مش طريه يعني. اهو كويس كده، تكي قوي. اهو بصوا انا عملت على قد الفطار بس 4 قطع مش اكتر من كده. انا بقى البفتيك بتاعي برضو نفس الطريقه، يعني احنا نفرين اللي كلنا، بس يعني نفرين مش اكتر من نفرين، فانا بحب اعمل اكل على القد عشان ما يفتش حرام، الحاجه غاليه اهو. بصوا هي بياخد بخة زيت بس، بخة بسيطة قوي، بس صحي، الأكل صحي، لأن أنا ماليش في المقليات أصلا يعني، أنا ممنوع عنها أساسا يعني. أهو بس كده. فأنا قبل الإير فراير بصراحة كنت بعمله كده ستيك وبشويه عادي بقى، لكن من ساعة ما الإير فراير ولادي جابوهولي وأنا بعمله بصراحة فيه، هو بياخدش بيكملش ال10 دقايق على فكرة، أنا ظبطته على 10 دقايق بس ما بيكملش ال10 دقايق. ودي السمبوسة اهي بنقليها، أنا ما بقلهاش في زيت كتير لأن هي من النوع اللي بيشرب زيت، فأنا ما بقلهاش في زيت كتير. وادي البفتيك بصوا، ولا الخلطه بتاعته هتفك منه، ولا هتقع منه ولا اي حاجه، طول ما انت بتضغطي عليه، بصوا تضغطي عليه ما يجرالوش اي حاجه. بصوا بقى اللي في الاير فراير اهو، جميل جدا اهو. بصوا ايه رايكم بقى؟ ده كان فطار بسيط، وعلى فكره كنا عاملين مكرونه برضو، هي فين المكرونه اهي، كنا عاملين مكرونه حلوه قوي، وده كان فطارنا النهارده. لو حبيتي تاخدي منه فكره مش اكتر، لكن انا عارفه ان احنا كلنا شاطرين. ابص السمبوسه حشوتها جميله ازاي. كل سنة وانتم طيبين، بحبكم في الله، تركتكم في رعاية الله، السلام عليكم.